السلام عليكم. اليوم في شيوات ام وليد راح ندير لكم البغرير لكن بطريقه ثانيه. كنت حطيت من قبل البغرير لكن يخمر، وهذا ما راحش يخمر، يعني نطيبوه مباشره خفيف وسريع. يعني الا جاك خضيف على غفله ولا توجديه يعني في اسرع وقت يكون واجد. ان شاء الله تعجبك الوصفه تاع اليوم. واش راح نستحقوا 3 كيسان سميد رطب، مورف كبيره تاع الفرينه، مورف كبيره تاع السكر، مورف كبيره تاع خميره الخبز ماشي معمره بزاف، 2 اكياس خميره الحلوى وزن 10 غرام، و4 كيسان ماء يكون دافي. نبداو بالطريقه مباشره. اذا نبداو بالسميد اللي هو 3 كيسان. يعني تقدري تستعملي هذا الكاس ولا كاس يكون شويه كبير عليه، معليش يعني ما فيش حرج. نديرو 3 كيسان. يعني كي تبداي تخلطي ديري طاجين ولا المقله تاعك ثقيله تسخن في نفس الوقت. 2 وهذا الثالث. يعني الا حبيتي مع العشيه تشربي قهوه تحلي ولا يعني راح يوجد بالخف. هذا الثالث. واش راح نديرلو؟ مورف كبيره تاع الفرينه، مورف كبيره تاع السكر، مورف كبيره تاع خميره الخبز، 2 اكياس تاع خميره الحلوى، خلطهم. كميه تاع الملح حوالي مغرف صغيره تاع الملح او نص مغرف، عينك ميزانك في الملح. واش راح ندير لهم هذو؟ 4 كيسان تاع الماء دافي. الماء ديريه دافي. ربع كيسان. ونخلط بالميكسور، نخلطوه مليح. اذا ها هو البغير تاعنا واجد. الان ندوزو مباشره باش نطيبوه. الان راح ندوز مباشره نطيبوه. كما قلت لكم ما تخلوش يخمر، يعني مباشره نطيبوه. بسم الله. نعمر الغراف تاعي. ها هي الطريقه كيفاش ديروا. ونمشيو من الفوق، نعملوه خبزه ونخلوه يطيب. شوفوا البغير تاعنا بدا يثقب. كما قلت لكم بغرير ساهل وسريع وفي نفس الوقت راح يجي شباب ويجي خفيف. ها هو البغير تاعنا باش تشوفوه مليح. ماما ها هو يطيب البغير تاعنا. راح نكمل نطيب. شوفوا كيفاش طق بالبغير تاعنا. اذا ها هي الخبزه تاعنا الاولى طابت كما راكم تشوفوا. ها هو
راح نزيد واحده اخرى امامكم باش تشوفوا الطريقه كيفاش. والمقله ماذا بكم تكون ما تلصقش. جربوا ان شاء الله راح يعجبكم. ها هو كما راكم تشوفوا. كما نعرفوا البغرير يعني الوجه الاول يجي ماشي مليح بزاف، لكن الثاني الثالث يبدا يسقم وراح يجي شباب. شوفوا الثاني يعني خرج خير من الاول، من بعد يبدا يجي احسن البغرير. اذا انا حنكمل نطيب البغرير تاعي كامل باش نشوفوه. نقدموه مع الزبده والعسل. ها هو الوجه الثاني، ها هو طاب، ها بقى شويه بك منا ويطيب لنا. نتمنى انكم تجربوه لانه ساهل واي واحد يقدر يديرو. راح نحي هذه الخبزه. شوفوا ها هو البغير تاعنا. انا حنكمل اذا نطيب البغير تاعي ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو البغير تاعي بعد ما طيبته كامل كما راكم تشوفوا فيه. ها هو في الطبسي ما راحش يشد اليد يعني بالخفض وجديه. راح نحكم طبسي اخر نسقي امامكم حبتين. ها هو شوفوا كيفاش طايب من تحت. بسم الله. اذا انا هنا سخنت الزبده والعسل. ديروا نفس الكميه كما ديروا الزبده ديروا العسل، ولا كل واحد والذوق تاعو. يعني كاين اللي يحب العسل بزاف، كاين اللي يحب الزبده، يعني كل واحد واش يحب. اذا انا حنسقي انايا البغير تاعي كما راكم تشوفوا. وراح نقطعه امامكم. قطعوه على 4 باش يجي سهل كي تقدميه. اذا ها هو انا نعمل له تزيين بسيط كي نحطو، يعني كل واحد وطريقته في التقديم. بهذه الطريقه انا درت وجهين فقط، نتوما قادرين ديروا اكثر كل واحد على حسب العائله تاعو. اذا ها هو البغير تاعي واجد، شوفوه عن قرب يعني ولا يجي مليح ويجي بنين ويجي ما شاء الله عليه. ها هو بالزبده والعسل. اذا ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. تابعوني على صفحتي على الفيسبوك شهيوات ام وليد، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.